يا ترى ايه اللي هيحصل لجسمك لو قطعتي السكر لمدة اسبوعين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. اول حاجه هتلاقي الوش المنفوخ قوي ده بدا حجمه يقل، وكمان محيط البطن بدا يقل، لان لما بنقطع سكر جسمنا بيبدا يتغذى على دهون الجسم بشكل سريع جدا. تاني حاجه هتحسي ان الرؤيه مش مشوشه. كتير مننا حاليا بقى يحس ان عينه مزغلله، لو قعد مثلا يذاكر كتير او لو قعد عمل حاجه كتير بيحس ان عينه مزغلله. فانت اول ما هتقطعي السكر هتلاقي النتيجه انك حاسه ان الرؤيه بتاعتك مش مشوشه وعينك مش مزغلله خالص، وده لان السكر من اكتر الاعضاء اللي بيأثر عليها هو العين. عشان كده مرضى السكر اول مشاكل اللي بتحصل لهم بتبدا تحصل لهم في عينهم. الكلى بقى، مشاكل الكلى بقت منتشره جدا بسبب السكر. فاول ما هتقطعي السكر اول حاجه هتحسي ان هي بتشتغل بكفاءه الكلى. لو انت عندك املاح وكليتك بتوجعك هتلاقي الوجع قل. كمان هتحسي ان لون البول بقى افتح اكتر. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد كده، ان لو انت من الناس اللي بتعاني ان هي بتصحى في نص الليل عشان خاطر تدخل الحمام، ده بسبب ان انت بتاكلي سكر. لما تقطعي السكر مرات انك تخشي الحمام بالليل هتلاقيها قلت جدا. كمان الاعصاب الطرفيه، ناس كتير قوي بتحس ان هي مش عارفه تمسك الحاجه او ايديها بتتهز. ده انا كنت بصادفه كمدربه في الجيمات، ان كنت دايما بحس ان العميله بتتمرن وبتحس ان ايديها تعبانه حتى لو شايله حاجه خفيفه. فالاعصاب الطرفيه هتحس ان هي اتحسنت جدا بمجرد ما قطعتي السكر. كمان السكر بيسهل ترسب الكوليسترول على الشرايين، فلما تقطعي السكر هتلاقي الكوليسترول بيقل بصوره تلقائيه. لو انت شخص بيكون طول الوقت متوتر هتلاقي ان التوتر قل جدا، لان لما بناخد سكر الهرمونات بتاعت السعاده بتزيد ومره واحده بتقل، فده بيخلينا نتوتر. فلما بنقطع السكر الموضوع ده بيقل، فبنحس باستقرار كده وان احنا مش متوترين. منطقي جدا لو عندك مقاومه انسولين او عندك سكر ان هو يتعالج، لان اساسا سبب المشكله في مرض السكر او مقاومه الانسولين ان سكر الدم عالي. لما تقللي السكر في اكلك منطقي جدا ان سكر الدم هيقل، مقاومه الانسولين او السكر هيتحسن. وانا في الحاله دي بقى بستغرب جدا الدكاتره اللي يجيلهم واحده عندها مقاومه انسولين او سكر او حتى تكيسات مبايض، واول حاجه يدوها لها ان هم يدوها دواء للسكر. مثلا المفروض ان هم يحطوا ايديهم على مشكله ان هي بتاكل سكر كتير، فده اللي عامل لها المشكله، انك تعالجي سبب المشكله اصلا، وبعد كده بقى تشوفي الادويه اللي ممكن تاخديها علشان تساعد. الطاقه بتزيد ليه بقى؟ لان احنا الجلوكوز كمصدر طاقه هو مصدر طاقه بيقعد لوقت قليل. فانا لما باكل سكر كتير يعلي سكر الدم قوي، بحس ان انا فايقه قوي مره واحده، وبعدين احس ان انا هبطت تاني بعدها بوقت قليل. لكن لما انا هقلل السكر بالصوره دي هبدا ادي جسمي فرصه ان هو يحرق من الدهون اللي عنده، والدهون هي مصدر طاقه اعلى بكتير جدا من مصدر الطاقه بتاع السكر. لو قلنا ان جزيء السكر بيدي 4 جزيئات طاقه، فهتلاقي ان جزيء الدهون بيدي 9 جزيئات، فدي كميه كبيره جدا تخلي طاقتك عاليه ومستقره ومش متوتره طول الوقت. لما اقلل السكر هرمونات الجوع والشبع عندي هتشتغل بصوره كويسه، فهلاقي نفسي مش طول الوقت جعانه وعايز اكل، فده هيساعدني ان انا اكمل في الدايت اللي انا بعمله. الالتهابات هي عدو الستات بالذات. تبدا الست كده من اول 23 24 سنه تشتكي من التهابات المفاصل. بنات كتير قوي بتشتكي ان بشرتي على طول ملتهبه، على طول طالع فيها حبوب. الالتهابات هتقل بنسبه كبيره جدا، تحس ان بشرتك نورت، مفاصلك مش من خطوتين بتلاقي نفسك تعبانه. بشكل عام بقى اي التهابات في الجسم، التهابات الجهاز التناسلي الانثوي، اي التهابات هتلاقيها قلت جدا. ناس كتير قوي بيكون جسمها معرض ان هو يطلع له خراريج كتير، يعني على طول بيبقى عندها خراج، كل من وقت للتاني تبقى عايز عندها خراج ورايحه تفتحه. فانت لو قطعتي السكر الالتهابات دي كلها هتروح، فهتلاقي مفاصلك بقت كويسه، مفيش اي التهابات في جسمك، بشرتك منوره، ولو بتعاني من موضوع الخراريج ده هتلاقيه اختفى لوحده تلقائي جدا. حاجه بقى منطقيه جدا ان انت هتخسي، كلنا عايزين نخس. فانت لما تقطعي السكر الابيض ده هيساعدك انك تخسي لكذا سبب. اولا زي ما قلت ان انت ما بتجوعيش، وثانيا ان انت كده بتاخدي سعرات اقل، وكمان انك بسبب ان انت وقفتي السكر فبكتيريا الامعاء بقت تشتغل بصوره احسن، فده هيعلي الميتابوليزم بتاع جسمك وهيعلي استفاده جسمك من اي فيتامين او معدن انت بتاخديه من الاكل. والفيتامينز والمعادن دي بيكون ليها دور كبير جدا في حرق الدهون. اتمنى تكون الحلقه فادتكم. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.